إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 13 من سبتمبر عام 2023. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم لتخليد مآثر الفنان الراحل عثمان عبد الرحيم. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. أنصار نظام الهجدف في سويسرا ينظمون مظاهرات سلمية للمطالبة بحقهم في التجمع وحرية التعبير. الإدارة المؤقتة لإقليم التيغراي تجري اتصالات مع ممثلي الحكومة الإريترية. والخطوط الجوية الأثيوبية تعلن تسيير خط رحلات جديد إلى مدينة بورسودان. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. نظم أنصار الحكومة الإريترية في مدينة بيرن بسويسرا مظاهرات سلمية للمطالبة بحقهم في التجمع وحرية التعبير وغيرها من الحقوق. وطالب المتظاهرون بحماية الحق في حرية التعبير والتجمع بموجب القانون السويسري، كما طالبوا بالسماح لهم بالتجمع للاحتفال بالأعياد الوطنية مثل 24 من مايو ويوم المرأة العالمي ويوم الشهيد والفاتح من سبتمبر، وإقامة المهرجانات والاحتفالات. وحمل المتظاهرون شعارات: من حقنا أن نحافظ على لغاتنا وثقافاتنا وقيمنا ونقلها إلى أجيالنا الشابة. وكان أنصار النظام يجمعون الأموال في سويسرا لسنوات من خلال تنظيم المهرجانات وإقامة الجمعيات باسم المجتمع الإريتري، وكانت هذه الأموال تذهب مباشرة إلى خزائن النظام المتهم بانتهاك حقوق الإنسان. وقد استفادت الأنشطة المؤيدة للهجدف في السنوات الماضية، والتي يتم تنظيمها بموجب تعليمات مباشرة من سفارة ومكتب الهجدف، أيضا من المساعدات المالية والمادية التي قدمتها الحكومة السويسرية للجمعيات المستقلة والمحايدة سياسيا. وعلى مدى العامين الماضيين تم حظر التحركات العنيفة التي قامت بها مجموعة برغيد نحمدو ضد مهرجانات الهجدف. ومن خلال التحقيقات في المهرجانات والاحتفالات التي نظمها أنصار النظام في إريتريا، تم حظر مهرجانات النظام بتهمة عدم احترام حقوق مواطنيه. وكان من الأسباب التي أدت إلى حظر الحكومة السويسرية مهرجانات الهجدف هي الحملة الدعائية التي شارك فيها أطفال يرتدون الزي العسكري ويحملون أسلحة مزيفة في إحدى المهرجانات. في تصريحات أدلى بها بمناسبة العام الجديد حسب التقويم الأثيوبي، قال رئيس الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي دبراسيون جبر ميكائيل إن الإدارة المؤقتة لإقليم التيغراي على اتصال بالحكومة الإريترية، وإن الاجتماعات يديرها رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم التيغراي جيتاچو ردا. ولم يوضح دبراسيون تفاصيل القضايا التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع أو مكان وموعد الاجتماع، مؤكدا أن المحادثات بين إريتريا وإدارة تيغراي المؤقتة أجريت بعلم السلطات التنفيذية لجبهة تحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية الأثيوبية. وقال دبراسيون إنه في حين أن الاتصالات بين الجانبين ساعدت في تخفيف الوضع الأمني على الحدود بين إريتريا وتيغراي، إلا أنه لا يزال هنالك الكثير من القضايا التي لم يتم حلها. وأشار إلى أن إدارة تيغراي المؤقتة على اتصال أيضا مع ميليشيات فانو، وأن المحادثات مع إريتريا ستستمر. كما كشف دبراسيون تفاصيل جديدة حول كواليس اتفاق بريتوريا للسلام بين التيغراي والحكومة الفيدرالية، موضحا أن وفد التيغراي كانت مهمته التفاوض حول سبل إطلاق النار، ولكن الوفد وقع على اتفاق يتضمن بنودا خارج إطار صلاحياته،
ومن بينها إلغاء الهيئة التشريعية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والمنتخبة من قبل شعب تيغراي، مؤكدا أن الاتفاق هو بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الفيدرالية، وعليه كان ينبغي أن يتم تنفيذ ما اتفق حوله بالتشاور بين الطرفين. ولكن ما جرى ويجري حتى الآن هو تنفيذ ما تريده الحكومة فقط، بما في ذلك تشكيل الإدارة المؤقتة في تيغراي. وأدى التوتر بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بقيادة دبراسيون ورئيس إدارة تيغراي المؤقتة جيتاچو ردا إلى خلق توترات سياسية جديدة في الإقليم المضطرب. واتهم دبراسيون في بيان يوم الثلاثاء الفصيل الذي يقوده جيتاچو ردا بالاعتماد على قوة خارجية لإشعال الصراع، لكنه لم يذكر القوة الخارجية التي يعول عليها رئيس الإقليم لدعمه. أعلنت الخطوط الجوية الأثيوبية عن إطلاق خدمة رحلات يومية إلى مدينة بورسودان اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأثيوبية إينا، يعزز هذا التوسع الاستراتيجي التزام أثيوبيا بتعزيز الاتصال عبر القارة الإفريقية وخارجها، وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الإقليمي، وتسهيل التجارة والسياحة. ووفقا للخطوط الجوية الأثيوبية، ستوفر الوجهة الجديدة خيارات سفر سلسة للمسافرين بين أثيوبيا والسودان، بالإضافة إلى ربط المسافرين من جميع أنحاء شبكة الخطوط الجوية الأثيوبية الواسعة بهذه المدينة الساحلية المهمة على البحر الأحمر. ويعد المسار الجديد بارقة أمل للمسافرين بين أثيوبيا والسودان، خصوصا في ظل إغلاق المعابر الحدودية نتيجة الاضطرابات والصراعات الدائرة، والتي أدت في الآونة الأخيرة إلى إغلاق معبر الجلابات السوداني عقب سيطرة ميليشيا فانو الأمهرية على معبر المتم على الجانب الأثيوبي. كما أنه يمثل خيارا آخرا للإريتريين الذين يعانون من قلة الفرص المتاحة للخطوط الناقلة بين الوجهات العالمية المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن القرار جاء بعد أسبوع من تعليق الخطوط الجوية الأثيوبية رحلاتها إلى أسمرة بسبب ما قالت إنها ظروف تشغيلية خارجة عن إرادتها. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم لتخليد مآثر الفنان الراحل عثمان عبد الرحيم. نرجو لكم طيب المتابعة. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أهلا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج تعليق على حدث، والتي نخصصها اليوم لفاجعة الأوساط الإريترية برحيل أحد أهرامات الفن والأغنية الإريترية، القامة السامقة الباسقة الفارعة شعرا ولحنا وأداء، عثمان عبد الرحيم رحمه الله. لقد فجعنا جميعا بخبر رحيل الفنان عثمان عبد الرحيم، ذلكم الجبل الأشم صاحب العواطف الجياشة والكلمات القوية والألحان الجميلة. إنه قيثارة الغناء الإريتري التي أسهمت في تشكيل وجدان الشعب الإريتري، وألهمت حماس الثوار إبان فترة الكفاح المسلح. واليوم عندما نتناول هذه القامة الفنية مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات ودورها في إثراء الساحة الفنية النضالية الإريترية، فإننا لا يمكن أن نفي حق الراحل الذي امتد إنتاجه وعطاؤه الفني لأكثر من 50 عاما. وكم تمنيت لو أن الوقت كان مسعفا للإلمام بالجوانب المختلفة من حياة الراحل، لا سيما وأن الشخص الضعيف مقل جدا في الاهتمام بالجانب الفني وقليل المعرفة به. ولكن نعدكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات على أن نخصص في مستقبل الأيام وقادم الزمان حلقة مكتملة من خلال استضافة أصدقاء ومعارف الفنان الراحل عثمان عبد الرحيم، لتكون حلقة اليوم وميضا بسيطا نسلط من خلاله الضوء على مآثر الفنان الراحل بعرض ما كتبه معارفه ومحبوه ومريدوه في وسائل التواصل المختلفة بعد سماع خبر وفاته. ولد الراحل عثمان عبد الرحيم في العام 1948 في مدينة مصوع الميناء الرئيسي لإريتريا، لينتقل بعد ذلك إلى العاصمة الإريترية أسمرة، ويتلقى تعليمه في مدرسة الجالية العربية في عهد الإمبراطور هيلي سلاسي. وقد أتاح له وجوده في هذه المدرسة كغيره من أبناء جيله تعلم اللغة العربية والاطلاع على الأدب العربي الذي نمى فيه حسة ذوق الشعر والفن العربي. وكان مما قرأه وطالعه في الأدب العربي آنذاك
روايات لإحسان عبد القدوس، كما استمع لألحان كبار الفنانين العرب من أمثال عبد الحليم حافظ وغيره، وهذا بدوره ساهم في تشكيل وتوسيع مداركه وصقل مواهبه الأدبية والفنية والثقافية، وكان لها تأثيرها الفعال في تمييز فنه بلونيته المختلفة وبصمته الخاصة، لذا جاءت وصلات الموال عنده غالبا على نسق الموال العربي الذي يستخدمه الشعراء والفنانون في المنطقة العربية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه اليوم لتقليد مآثر الفنان الراحل عثمان عبد الرحيم. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. ولج الفنان الراحل عثمان عبد الرحيم الساحة الفنية في منتصف ستينيات القرن الماضي، ولم يكن هذا الولوج أو الدخول للساحة الفنية في إريتريا دخولا عاديا، بل كانت ظاهرة فنية فريدة أحدثت نقلة نوعية ضخمة وثورة لحنية عارمة قلبت موازين قواعد الغناء الذي كان سائدا وقتها في إريتريا كما تقول المعلومات. تغنى الراحل عثمان عبد الرحيم باللغات الإريترية المختلفة التجرينية والتجري والعربية، وهو ما شكل له قاعدة عريضة من الجماهير والمحبين، وطغت ألحانه على الشارع الفني الإريتري وأصبحت أغانيه على كل لسان. كما بدأت أماكن الترفيه والكازينوهات المتناثرة على شوارع المدن الإريترية التسابق من أجل اغتنام أحدث أغنية ذلك الفنان الواعد. انضم الفنان الراحل إلى الثورة الإريترية في العام 1975، وأصبح واحدا من بلابلها الصداحة التي أطربت الجماهير بأناشيد الثورة الحماسية، والتي ألهبت بدورها المشاعر وأسهمت في إثراء أدب الثورة. تغنى عثمان عبد الرحيم للحب والوطن والسياسة، وأصبحت أصداء أغانيه تتردد في مختلف المدن والقرى الإريترية في المطاعم والمقاهي وأماكن الترفيه، ويرددها الشباب في الشوارع والطرقات. كما غنى لفنانين كبار من السودان الشقيق مثل التاج مكي ومحمد وردي. وبعد الاستقلال عاد الفنان الراحل عثمان عبد الرحيم إلى إريتريا كغيره ممن كانوا يتشوقون لمعانقة الوطن الغالي الذي طالما حلموا للعيش فيه بحرية وسلام ووئام واستقرار، ولكنه لما ضاق ذرعا بسياسات النظام ورأى الحلم يتلاشى أمام ناظريه وشمس الحرية تغرب رويدا رويدا، اضطر للخروج من بلاده التي أحبها وناضل من أجلها وتغنى لها. وكما يقولون: ثلاثة يعز الصبر عند حلولهن ويذهل عنها عقل كل لبيب، خروج اضطرار من بلاد تحبها وفرقة إخوان وفقد حبيبي. اختار كغيره الخروج وهو يعتصر ألما لينخرط من جديد في النضال ضد المستعمر الوطني الذي بلا شك ظلمه وقهره أشد وأنكى من ظلم المستعمر الأجنبي، كما قال الشاعر طرفة بن العبد: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. لم يتخلى الفنان الراحل عثمان عبد الرحيم عن وطنه ولا عن قضية شعبه وهو في منفاه الاختياري، حيث ظل يشارك في العديد من المناسبات والفعاليات الوطنية بالرغم من ألم المرض الذي ألزمه الفراش لفترات طويلة، وظل قابضا على جمر القضية حتى وافته المنية مساء السبت 7 سبتمبر الجاري في العاصمة السويدية ستوكهولم. وسيوارى جثمانه الثرى اليوم الجمعة بعيدا عن الوطن الذي حلم بأن يضمه حيا وميتا، ولكنها مشيئة الله النافذة وجريان الأقدار عليه وعلى الآلاف ممن سخروا الطاقات وأفنوا العمر في حب الوطن وخدمته حرمهم النظام الجائر من أن يهنأوا فيه بسلام. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصص اليوم لتخليد مآثر الفنان الراحل عثمان عبد الرحيم. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. بعد سماع نبأ وفاة الفنان الراحل عثمان عبد الرحيم، ضجت الأسافير مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات بذكر مآثر الراحل والتعبير عن الفاجعة الأليمة. اخترنا لكم بعضا منها فيما يلي. كتب الناشط السياسي عبد الرحيم عثمان حمد من أستراليا عبر صفحته في الفيسبوك قائلا:
يرحل وفي قيثارته بقايا لحن لم يدوزن. هذه الجبال تعيد صدى أغنياته، تدندن حزنا أناشيده الثورية، والفتيات في مدينة التي اشتهت وقع أقدامه في شوارعها تفتقد ذلك اللحن الشجي وذاك الفتى الذي أحبها بصدق وتغنى لها. عثمان عبد الرحيم قيثارة الثورة من جيل العمالقة الذين التحقوا بالثورة، عثمان عبد الرحيم وحسين محمد علي والأمين عبد اللطيف وبرخت من قستآب وصهيت براخي ورمضان قبري وعب عبد الله وإدريس عكت حنة، الذين حافظوا على الهوية أمام طوفان أمحرة الحياة الثقافية بعد إلغاء الاتحاد الفيدرالي، واستخدموا كلمات أغاني غارقة في الرمزية ولكنها فكت طلاسمها من الجماهير المتعطشة للثورة لتصبح أيقونة للمقاومة والرفض الشعبي للاحتلال الأثيوبي. تغنى للثورة وعاش ثائرا، واختار المنفى رافضا لدكتاتورية الهجدف، وكان على مسرح المقاومة شامخا يؤدي دوره حتى اختاره المولى سبحانه وتعالى إلى جواره، فله الرحمة بقدر عطائه، ولآله الصبر وحسن العزاء، ولنا لحن الوجود والشمس والحرية. وكتب عنه الدبلوماسي السابق علي محمد صالح شوم قائلا: بدأ حياته الفنية في سن مبكرة، وكانت أولى أغانيه بلغة التجرية فقر عور أميني، والتي أكسبته الشهرة في ذلك الزمن، خاصة وأن أسمرة كانت تعج بالعديد من المبدعين وفرق فنية أمثال فرقة تياتر أسمرة وغيرها. انطلق الراحل المقيم في مشواره الفني بلغات إريترية عديدة كالعربية والتجري، وكانت أناشيده الثورية ملهمة للعديد من أقرانه الفنانين. تغنى للراحل الشاعر أحمد محمد سعد الويل للجبار من غضبة الثوار، كما تغنى للراحل سليمان كليم أمشي على قدمي حافيا دون حذاء واطوي على بطني جائعا دون غذاء. وكانت أنشودته الثورية بلغة التجرية في رفضه لحالة الانقسام فلسف النقد لمقسقاس سمرة إيو ما بأت فنجال يوقد نكون حدا والتا. التحق الراحل المقيم بالثورة الإريترية في تنظيم جبهة التحرير الإريترية بعد المؤتمر الوطني العام الثاني في العام 1975، وكان دوره كبيرا في التعبئة الجماهيرية. بعد التحرير عاد إلى أرض الوطن وساهم في المجال الفني والثقافي إلى أن غادر إريتريا في هجرته الإجبارية كبقية أبناء شعبه. للراحل عثمان عبد الرحيم عدد من الأبناء والبنات، سميرة وبحر وحسن وحسين وآدم. كان طيب المعشر، هادئ الطبع، كريم الخصال، محب للجميع. في إحدى زياراته لجمهورية الصومال تغنى بقصيدة للشاعر المعروف محمد أحمد لوبينة حبيبتي منى، نالت إعجاب الجمهور. وفي العام 2021 شارك في المهرجان الأول لمجموعة ألوان الفنية، وتم تكريمه بدرع الرواد، وتم اختياره رئيسا فخريا لمجموعة ألوان الثقافية. ما يؤسف له أن أمثال عثمان عبد الرحيم وغيره من المناضلين لا يجدون شبرا يضم رفاتهم ولم يجدوا التكريم اللائق. كم أتمنى أن يجد كل المناضلين الكرام التكريم اعتزازا بدورهم الكبير في العمل الوطني. اللهم اغفر له وارحمه، والتعازي لأسرته الكريمة ورفاق دربه ومعجبي فنه ولجميع شعبنا الإريتري، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقال عنه الصحفي أحمد الحاج في صفحته على الفيسبوك: يعد الفقيد من عمالقة الجيل الفني الأول الذين ظهروا في الخمسينات والستينات، وهي الفترة التي واجه فيها المشروع الوطني المتمثل في الاستقلال تحديات كبيرة داخلية ودولية، واحتاج فيها هذا المشروع كل طاقات الشعب الإريتري وكوادره. ولعب المبدعون أمثال الفقيد الكبير دورا محوريا في التحفيز وإلهاب مشاعر الشعب ودفعه للالتفاف حول القضية وهدفها الرئيسي المتمثل في التحرير والانعتاق. وأفرزت الساحة في زمن اندفاع الوطنيين الثوريين أمثال عثمان عبد الرحيم أغاني وأناشيد استمدت قوتها من لحظات تاريخية عظيمة كان يعيشها الشعب ويتسابق فيها نحو العلو والمجد، واهبا الدماء والنفس وما بينهما من غال ونفيس. الفقيد وغيره من جيلهم وبعدهم الذين ظهروا في السبعينيات أمثال المغيب إدريس محمد علي وأبرار عثمان وأحمد ود الشيخ وغيرهم العشرات يستمدون قيمتهم من التصاقهم بشعبهم وقضيتهم، ولم يمارسوا الهروب حين احتاج لهم الوطن، فقد صمدوا هناك وواكبوا الثورة إبداعيا واستشرفوا الأمل في المستقبل والانتصار المؤكد. وعبرت أغنياتهم عن قوة الشعب الإريتري واعتزازه بقيمه وتقاليده وتضحياته، وصورت أمانيه وتطلعاته في العيش بحرية وكرامة وعزة، بل ظلت أغانيهم أقرب إلى الوجدان الشعبي أكثر من المحاضرات والكلام الجاف في السياسة. الشعب الإريتري يودع اليوم أحد مبدعيه الكبار الذين اشتهروا بحب الوطن، وستخلده أغانيه وأناشيده العالقة في ذاكرة شعبه.
والذي دفع بسببها ثمنا باهظا حين أطل لأول مرة بقامته الشجاعة في مسرح هيلة سلاسة بأديس أبابا، غير عابئا أو خائفا، ومؤديا أغنيته رفيعة المقام في قرعور أميني عام 1964. وقد شكلت بعد ذلك أغانيه قيمة فنية ووطنية، خاصة بعد التحاقه بجبهة التحرير الإريترية بكامل فرقته وأجهزته الفنية، ثم مواصلة نضاله وإبداعه مع تنظيم قوات التحرير الشعبية، حيث أدى في مسيرته الفنية الكثير من الروائع الوطنية والعاطفية. ومع أن معظم أغانيه كانت بلغة التجرينية، إلا أنه برع أيضا في الأداء باللغتين التجرايت والعربي، ويعتقد أن لديه ما لا يقل عن 9 شريط و4 اسطوانات و2 من السيديهات. نتمنى أن تحفظ يوما ما في المكتبة والإرشيف الوطني مع أيقونات إريترية أخرى وبصورة تتناسب مع مقاماتهم وأدوارهم الكبيرة. وتحت هاشتاج وداعا حزينا كتبت منى محمد صالح: أن تغني وطنك في غربة تشبه منفاك، وهذا الرحيل الحزين. ترجل هذا الصباح هرم من أهرامات الفن الثوري الإريتري الفنان المناضل عثمان عبد الرحيم. كان صوته وطنا من الأغنيات المجيدة، مرآة لآلام وأحلام البلاد البعيدة. عاش مناضلا بالفن متجذرا في تراب الوطن رغم غربة الروح هنا وهناك. تغنى بأمجاد بلاده وشهدائها، وكتب الكثير من قصائد الحب والأمل لإنسانه المكافح. هو ذلك الرحيل بجلال الصمت، تاركا خلفه إرثا خالدا من الألحان والكلمات، وتاريخا يحكي حزن تلك البلاد البعيدة، ويجسد تضحيات أبنائها من أجل الحرية والكرامة. سلام عليه وعلى أغنيات لن يطالها النسيان، ستظل ذكراه شاهدة على نبض شعب يحب الحياة ما استطاع إليها سبيلا. لروحه الرحمة والطمأنينة الأبدية، ولذكراه المجد والخلود. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. أنصار نظام الهجدة في سويسرا ينظمون مظاهرات سلمية للمطالبة بحقوقهم في التجمع وحرية التعبير. الإدارة المؤقتة للتجراي تجري اتصالا مع ممثلي الحكومة الإريترية. والخطوط الجوية الأثيوبية تعلن تسيير خط رحلات جديدة إلى مدينة بورسودان. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرن الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرن.